شنو اللي غادي دير الا تعرضت عليك هاد الجيم؟ 여기서 죽는 거야. 다 죽는 거야. الجيم اللي غادي تولي مضطر انك تختار ما بين الموت ولا الثروه. واش كتظن انك غادي تقدر تبقى بنادم؟ سكويد جيم مسلسل كيحطك في مواقف صعيبه، الحياه او الموت. ما تخافش ما جيش نحرق لك لا سيري، غير بغينا نحلوها ونشفروا الميساج اللي فيها. لاحظنا ان كل مشارك في هذا الجيم كيواجه اختيارات قاسيه بين الحفاظ على القيم ديالو كانسان او التضحيه بها باش تربح ودي هذيك 33 مليار اللي كاينه. فواش سالتي وانت كتفرج واش غادي تكون بحال الشخصيه ديال سانغو اللي كيامن ان النجاح كيتحقق بلا رحمه، ولا غادي تكون بحال هذيك الشخصيه ديال الام اللي ضحات براسها ودخلت للجيم غير على قبل ولدها، ولا غادي تكون بحال الشخصيه ديال بطل المسلسل اللي ولا بشوي تكتشف لان الحياه الثمن ديالها اغلى من اي فلوس. صاحب فكره المسلسل الصراحه خطير، لان هذا الجيم هي اختبار حقيقي للنفس ديالك. واش غادي تقدر تتغلب على طمعك وطموحاتك وتبقى انسان، ولا غادي تضحي بكل شيء باش تربح هذيك الفلوس؟ لانه في لعبه الحبار كيف شفنا الجائزه هي الفلوس، ولكن الثمن ديالها هو حياتك. يعني دابا عندك جوج ديال الاختيارات لا ثالث لهما، الفلوس او المبادئ الانسانيه ديالك. بخلاصه في هذا الجيم كل قرار كيمشي بك اتجاه الحقيقه ديالك كانسان. يعني كتقدر تخليك تشوف واش بنادم يقدر يبقى محافظ على القيم والاخلاق ديالو وسط كاع هذوك الاحداث والضغط. فواش بصح الفلوس هي الحياه، ولا الحياه الحقيقيه كاينه في الحفاظ على الانسانيه والكرامه ديال النفس حتى الا كان الثمن الخساره والموت؟ السؤال لينا كاملين، واش كتظنوا انه ممكن نبقاو بالكرامه ديالنا وسط هذا النظام القاسي اللي كنعيشوا فيه، واللي نوعا ما كيشبه هذا الجيم غير بطريقه سلسه؟ حيت لاحظتوا راه كل واحد فينا كيحس ان الحياه دايره بحال شي فيلم وهي ولا هو بطل القصه. خليو لي في التعاليق، وحتى الا بغيتوا التحليل ديال شي مسلسل او شي فيلم كيستاهل ما تنساوش تقولوها ليا، ونشوفكم في فيديو جاي.